من خلال احتكاكي باصحاب المشاريع اكتشفت شغله صراحه. لقيت ان يجيني صاحب المشروع عنده يمكن 2000 3 10 وتبر المبلغ اللي عنده. شنو لقيت؟ يفكر كل اهتمامه كشخه الكيس وكشخه الكرت وكشخه القوطي اللي فيه المنتج. اي شيء عاد ايا كان شنو داخل المنتج انا ما ادري شنو بايدي، بس يغفل عن المنتج نفسه. تعال شوف المنتج نفسه اتعب عليه، لا اهم شيء يمسي الكرت. ايش اسوي بالكرت؟ شو اسوي بالكرت انا؟ كرت الكشخه واذا كليت الله يزيد النعمه ولا القميص الفينشنج ماله مو زين ولا تصميمك سيء ما خلي برامج سيئه ولا انت ما طورت نفسك بهالمجال. فنلاحظ انه يقط مبلغ وقدره على الكيس والكرت وينسى الجانب الاهم بالمشروع، ينسى حتى يحط يعني يتغلى يحط على نفسه دوره ب 100 دينار لكن يحط على الكرت 400 دينار. فهني نشوف انه من خلال عمليه التخطيط ان احنا نحدد بالضبط واقعنا، سواء انت كنت فرد او انت كنت مشروع. حلو ان الواحد يا جماعه بين فتره وفتره يقعد كذي مع نفسه ويفكر سويت ما سويت، شنو يعني قرارات اتخذت الفتره السابقه، انا وين الحين؟ ليش انا كذي فاشل بهالشغله الفلانيه؟ ليش انا هني ناجح؟ طيب شنو بعد محتاج؟ فلازم انت تبدا تسال نفسك الاسئله هذه عشان تقدر تخطط صح لقدام. انا ما انطر غيري يخطط لي ولا يوجهني. يقول لك طول ما انت مو قاعد تخطط ولا قاعد تحط اهداف فانت قاعد تفتح الباب لغيرك انه يمسكك وهو يحقق اهدافه على حسابك. فيها هل انتم كفريق مقتنعين فيها؟ قادرين عليها؟ فنشوف ان اثناء يا جماعه وضع الخطه والايام انا كصاحب مشروع ما يصير اصك على روحي الباب زين واقرر ان مثلا الثلاثاء او الاحد اخلص الشغل، لازم ارجع لاهل الاختصاص نفسهم، اشوف المصمم يا فلان ايش كثر يبي لك وقت على ما تصمم؟ والله على الاقل يبي لي اسبوع. صعب اني انا الزمه بيوم ولا يومين لاني انا مو افهم اصلا بهالشغل هذا. عرفنا؟ فمن الضروري أثناء وضع خطة العمل وتوزيع المهام أسأل الأشخاص المعنيين بالخطة، ها يا فلان كثر يبي لك؟ والله يبي لي 4 أيام، أعطيه زيادة يومين أو 5 أيام حتى يكون في مرونة بالخطة. لكن صعب أنا أقعد فوق وأصك الباب وأوزع المهام وأوزع الأيام تصرف، لا على طول بتصير عندي أنا مشاكل. اليوم كان لقائنا عن خطة العمل وهو اللقاء ما قبل الأخير مع شباب شقردي. تكلمنا اليوم عن خطة العمل وهي المرحلة اللي تكون مع دراسة الجدوى. تعرفوا الشباب على التخطيط، الأهداف، الرؤية، ملخص الدراسة لوضع الخطة اللازمة لبدء التنفيذ لمراحل المشروع. تم تبسيط موضوع خطة العمل وتقديمها كملخص من خلال جدول يتم من خلاله توزيع المهام، تحديد المتطلبات لتنفيذ الفكرة خلال الفترة القصيرة القادمة. وفي نهاية الورشة طبعا قاموا الشباب بتنفيذ الجدول وتقديمه لزملائهم، طبعا بالإضافة إلى التعليقات وردود الفعل من الزملاء لأي تعديل على الجدول والمهام المسندة لهم. وإن شاء الله المفروض أن خلال الأيام الجاية راح ينفذون الخطة هذه. الابداع شلون تشوف هالشغله؟ انا قاعد اطالعك في هالزاويه، شلون اشوفك من فوق؟ شلون اشوفك من جنب ثاني ما حد شافك فيه من قبل؟ كتصوير كاميرا قاعد يصور سيده، في ناس وايد قاعد تصور سيده، صور فوق، اذا صورت فوق ليش؟ شنو هدفي؟ وين بوصل؟ هل بوصل ان واحد قاعد يطالع من فوق؟ هل بوصل ان الكاميرا هي العين اللي قاعد تشوف؟ هذا بالنسبه حق التصوير.
بالنسبه حق الرسم في مدارس وايده. ليش قاعد نتبع المدارس احنا؟ انا في واحد بحث وشاف، وهذا في مثلا الخطوط هي الاساسيه عنده، في ناس التشكيل هم الاساسي عندهم. فشنو بتخصص انا؟ شنو بدرس؟ في اساسيات. اساسيات من وين بجيبها؟ انا بالفها؟ لا، بمشي على مدارس معينه. في ناس تقولون مثلا واحد صار فلته وبدع وسوى له مدرسه بروحه، من وين؟ هاي هي الالوان، هي المدرسه سوى لها ثيمه معينه او شكل معين ومشى. هذا الحكي بكل مجالات، كل مجالات، مو مجال واحد ولا مجالين او شيء.